السلام عليكم. اليوم ان شاء الله يا ربي غادي نحضر معكم واحد الطويجين من داك الشي الرفيع، طاجين على حقه وطريقه. صوبته بالكوطليط كيجي رائع البنات، كنتمنى انكم تجربوه، راه ما غاديش تشبعوا منه. كنتمنى انكم تدعموني اخوتي باللايك والاشتراك في القناه والبارطاج مع الاحباب والاصدقاء فضلا وليس امرا. عندي هنايا واحد الكميه ديال الكوطلي تاع البنات. عندي هنايا بالنسبه للعطريه عندي هنايا الابزار والخرقوم والسكنجبر، وعندي هنايا شويه د الماء سخون مخلط بالزعفران الشعره الا ما كانش عندكم ماشي مشكل، والمليحه. والبنات عرفتوا هاد التويمه هكذا بهاد الطريقه هذه انا غسلتها مزيان، وكتعملوها في الطويجين ديالكم كتطلق لذه اكثر من اللي كتكون هذيك اللي كتكون مثلا محكوكه ولا معجونه. هذه احسن في الطاجين، كنهضر بالنسبه للطاجين البنات. شفتوا انا كثرت نورمالمون الا كنت حكيته ولا معسته غادي نعمل غير واحد الضرس. غادي اول حاجه غادي نشرمل هاد اللحيمات اللي عندي، غادي نوضع عليهم هذاك الزعفران شعره اللي شفتوا معايا، وغادي نخلط العطريه مع بعضيتها كما كتشوفوا هكذا، وغادي نوضع بسم الله هاد الشرموله هنايا. هاد العطريه هذه اللي بقات غادي نحاول نهبطها حتى هي، ولا بقات شي حاجه ماشي مشكل، راه باغزاله الخضره غادي نشرملها ان شاء الله يا ربي حتى هي بنفس العطريه. غادي نضيف هاد التويمات هادو وغادي نخلط واحد شويه ونمشي نحضر الخضره ان شاء الله يا ربي اللي غادي نخضر بها هاد الطويجين. هاد الطويجين هذا غادي نعملوا الخضره في الاول، لان علاش اخترت البنات الكوطليط كيجي لذيذ به الطاجين، صدقوني كيجي رائع وكيطيب في رمشه عين، وعنده واحد الطعم اخر في الطاجين. يعني خلي كوطليط مشوي لذيذ في الفران، ولكن كوطليط ديال الطاجين غادي تجربوه تشكروني عليها البنات. هنا البنات حضرت الخضره اللي غادي نعملها في هاد الطويجين ديالي. اكيد البنات عندي هنايا واحد جوج بصلات متوسطين الحجم. البصل الحمراء البنات راها كتذوب في الطياب، كثروا منها. الا عملتوا البصل البيضاء عملوا غير بصله واحده فقط. دابا غادي نصبها فوق الطاجين ديالي بهذا الشكل هذا. غنجيب واحد الاناء البنات، غادي نوضع فيه الخضيره ديالي باش حتى هي نشرملها فحال الحيمات. بهذه الطريقه هذه كتدخل فيها ديك العطريه وكتجي حتى هي لذيذه. عرفتوا البنات اذا جربتوا هذه الطريقه غادي تعجبكم في الطاجين، كتجي تبارك الله كلشي لذيذ. هنايا عدلت لي البزار والسكنجبر والخرقوم نفس العطريه، وزدت لهم واحد شويه د الماء هكذا بحال لاصوص، وغادي نكبهم على هاد العطريه ديالي كما كتشوفوا. وغادي نخلط البنات. عندي هنايا ما قلتلكمش كنظن شنو عندي ياك. عندي هنايا البطاطا الحلوه، وعندي هنايا القوق، عندي هنايا الجلبانه، وعندي هنايا المعدنوس اللي مقطع مطقطق هكذا صغيور، والمليحه والزيت البلديه. عرفتوا البنات بطاطا حلوه راها كتجي لذيذه بزاف في الطاجين. جربوها وردوا عليا، واللي جربها منكم يقول لي البنه ديالها. شوف انا جربتها في المرقه ما كتعجبنيش، جربتها في الفران ما كتعجبنيش، ولكن مع الطاجين مع اللحم راها كتجي خياليه البنات. كنصحكم انكم تجربوها. دابا غادي نجي وغادي نبدا نستف الخضره ديالي في الطاجين. حاولوا ما امكن البنات تدخلوا فيها ديك العطريه، سيرتو هذا القوق عنده واحد الحفيرات. والطاجين البنات دائما وابدا كيطيب على عافيه.
اللي مهيله، يعني باش كيجي بنين البنه الطاجين كامله كخصها طيب على عافيه اللي مهيله. يعني في الاول تزيدوا العافيه حتى يبدا يغلي معاكم، غير تدخل فيه العافيه زعما يسخن الطاجين ديالكم كامل. في هذيك الوقيته صافي كتنقصوا عليه العافيه وتغطيوه وتنساوه عليكم. على داك الشيء من نهار اللي تحبوا البنات المبتدئات تعملوا الطاجين ديالكم، نوضوا الصباح بكري كما تفطروا اول حاجه عملوها هي ردوا الطاجين ديالكم يطيب. يعني مع 9 الصباح، مع 8:30، مع 8، مع 11 12 كيكون تبارك الله طايب زبده. لان الا الطاجين طاب ملهوف ما كيجيش لذيذ، زعما ما كيجيش لذيذ الطاجين. انا السر ديالو واللذه ديالو هو يطيب على عافيه مهيله. هانتوما انا استفدت في هذه الخضيره هذه، وهاد لاصوص هذه اللي بقات لي غادي نكب عليها هي ايضا هذيك الجلبانه اللي عندي. الجلبانه كتبقى لي عندي في الفريغو، باش الوقيته اللي احتاجته كنلقاها. هانتوما حتى هي غادي ندخل فيها ديك لي قامه مزيان. غادي نجيبها هنايا نوضع الجلبانه ديالي هنايا في هاد الحفيرات هكذا، كيجي طبق لذيذ تبارك الله. وهاد الوقيته راني شاعله على الطاجين باش كيسخن. غادي نعاود لكم الكاميرا شي شويه هكذا باش يبان معاكم اكثر. دابا واخا ما طلعش المرقه للطاجين من الخضره، لان الطاجين كيطيب غير بالبخار ديال الطاجين. هانتوما ما تخافوش دابا معطرين الخضره ديالكم، يعني غتجي بنينه. هذيك البخار د الماء اللي كيطلع من فوق هاد الخضيره هذه كتجي لذيذه تبارك الله. ماشي بحال ملي كتعملوا العطريه غير مرشوشه، يعني فرق كبير بين العطريه مرشوشه وبين تعملوا شرموله الطاجين بهذه الطريقه اللي وريتكم. دابا عندي هنايا المعدنوس حتى هو غادي نعملو هكذا من الفوق ديال الخضره ديالي. كتسمعوا الطاجين كيغلي. البنات الا كنتو مازال ما عملتوش اللايك، الله يجازيكم بالخير، ما تنساونيش. نفس الطاسه اللي عملت فيها العطريه عمرتها بالماء، وغادي نمرق هاد الطويجين ديالي. راه ما غاديش ان شاء الله ياخذ معايا وقت، حقاش الحيمات اللي فيه دغيا كيطيبوا كيجيو فتين زبده يا البنات، كيجي بهم لذيذ الطاجين ديالكم. المهم نتوما ماشي بالضروره اي لحم يعني عندكم استعملوها، انا عطيتكم غير افكار. دابا غادي نعمل له المليحه ديالي هكذا، من المليحه غير من الفوق، من بعد كتذوب هاد الملح هادي واخا غليظه هكذا ملي كيطيب الطاجين كتذوب. هاد الملح هادي ما كتملحش بزاف عندي. وصافي غادي نزيد لها الزويته البلديه. يا سلام البنات، ما نقول لكمش هاد الطويجين شحال كيجي لذيذ. مشاهيتكم فيه اللي كتوحم تسمح ليا، واللي قريبه عليا مرحبا بها على الراس والعين. الزيت ها نتوما البنات، دابا غادي نزيد له الزيت هذا، وملي يطيب عاود غنزيد له واحد شويه باش كيبقى فيه ديك اللذه الزيت البلديه. غادي نغطيه ونخليها البنات يطيب على خاطرو. كما قلت لكم دابا راني مجهده له العافيه، غير غادي يغلي الغاليه الاولانيه غادي نقص له العافيه مره ونخليه على خاطرو. تنتلاقاو ملي يطيب مع بعضياتنا ان شاء الله ونشوفوا الشكل النهائي. دابا البنات غادي نفتحوا لا الطويجين ديالنا، ها هو تبارك الله كيبان طايب. غادي نشوفوه، شوفوا تبارك الله الخضيره كيفاش كيدخل فيها الموس بواحد السهوله، كل شيء طايب. ونشوفوا اللحمه ديالنا كذلك، ونشوفوا تبارك الله المريقه حاجات معلكه يا البنات ما شاء الله.
شفتوا المريقه كيفاش كتجي خاطره ومعلكه بوحديتها. مرقه البنات ما خصهاش تجي غير موز صغارات، خصها ضروري تكون هكذا. شوفوا تبارك الله اللحيمه شحال طايبه. شوف شفتوا وملصق ما حتى شي حاجه. اش قلتلكم هاد الطاجين هذا كيطيب بسرعه وكيجي لذيذ وبنين. الخرشيف ديالنا ها هو طايب، شوفوا ما شاء الله كيفاش نوى من الوسط. كذلك بطاطا حلوه حتى هي، ها هي كما كتشوفوا. ايوا كان هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا. تبارك الله البنات جا غزال ما شهيتكم فيه.